تعرف إن مرض السكر ممكن يأثر على أسنانك قبل ما يبان في أي تحليل دم؟ ناس كتير فاكرة إن السكر مشكلته بس مع القلب والكلى، لكن الحقيقة إن أول علامات خطورته ممكن تبتدي من الفم واللثة. في الفيديو ده هقولك إزاي مرض السكر ممكن يدمر أسنانك من غير ما تحس. خليك معايا للآخر. مرض السكر بيخلي الجسم يواجه صعوبة في التعامل مع الجلوكوز، يا إما بسبب نقص الأنسولين اللي هو النوع الأول، أو مقاومة الجسم للأنسولين وده النوع التاني. النتيجة ارتفاع مستمر في مستوى السكر بالدم، وده مش بيأثر بس على الأعضاء الداخلية، لكن كمان بيأثر على الفم والأسنان بشكل مباشر. مريض السكر بيكون عنده مناعة أضعف، وبالتالي أي التهاب في اللثة بيتحول بسرعة لمشكلة أكبر. ارتفاع السكر بيقلل من إفراز اللعاب، واللعاب مهم جدا كخط دفاع ضد البكتيريا. النتيجة تسوس أسرع ورائحة فم كريهة. مرضى السكر أكتر عرضة لالتهابات اللثة المزمنة، وممكن يوصل الموضوع لفقدان الأسنان. أي خلع أو جراحة بسيطة في الفم ممكن تاخد وقت أطول للشفاء عند مريض السكر. مستوى السكر العالي بيوفر بيئة مثالية لنمو الفطريات في الفم. الموضوع مش في اتجاه واحد بس، أمراض اللثة نفسها ممكن تزود مقاومة الأنسولين وتخلي التحكم في السكر أصعب، يعني مشاكل الفم ممكن تزود خطورة مرض السكر والعكس صحيح. لو عندك السكر ولاحظت العلامات دي لازم تروح لدكتور الأسنان فورا، لأنها ممكن تكون دليل إن السكر عندك مش متظبط. التحكم في السكر مش بس بيحمي القلب والكلى، لكنه كمان سر الحفاظ على ابتسامة صحية. العلامة الأخطر اللي ممكن تنبهك إن السكر عندك مش متظبط هي التهابات اللثة المستمرة اللي مش بتخف بالعلاج العادي. دي رسالة قوية من جسمك إن لازم ترجع تظبط السكر وتتابع مع دكتورك. صحة فمك هي مراية لصحة جسمك. ولو فادك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهات جديدة عن صحة الفم والأسنان.